ده كشف الايه الدنيا كلها. باصص اهو. نعم. لمسجد قايتباي. والدة الأمير أمينة هانم الإلهامي كانت بتدير مدرسة لصناعة الحرف. نفس الجدران. الجدران دي من تركيا. بص الأرضيات جوه كمان عاملة إزاي؟ مفيش حد يعرف يعمل الشغل اللي جوه ده كمان أكتر من شو اللي خلى عمر بن العاص يحب مصر؟ شوف هذه كيف. الحجرة دي بينتصروا هنا، والمشربية دي كانت بتتفتح تطل على حديقة القصر كله. بتاعتها كلها خارج المكان. ما شاء الله. الحجرة دي القاعة دي اسمها القاعة الشامية عشان معمولة على الطراز الشامي. ما شاء الله تبارك الله. شوف الخشب كيف منقوش. فنجان تحت كانوا مغرومين. ما قريتهم الأمير نفسه. نشوف دحين كمل. يدخلون من هناك وبعدين يخرجون مع ايه. شفت الباب ده؟ ايه. الأوضة بتاع كبار المصليين بيقولوا عليها. صح. ده بيدخل على بعدين شارعها بما مساحة كبيرة. ده مسجد الأمير محمد علي معمول على الطراز الأندلسي والطراز العثماني. بص للأسف كده هنلاقي معمولة هنا على شكل خلايا. طبعا ده اتجاه القبلة هنا. ده المحراب لسه فيه يقول المؤذن ايه. ايوه بقول لك راح تجرب. اللي ورا حضرتك دي بقى قوس الشمس ده في السقف ده هنا. قوس الشمس ده بعرض بقى العثمانية طبعا هنا مطعم كله بالذهب. مطعم بالذهب. باقي الموجود هنا فوق كده هنلاقي اسمها. صورة عند المحراب هنا الصورة دي حلوة قوي. تمام. ايه. جمعوها من اصول القصر هنا اللي كانت موجوده جوه عند الملك فاروق. والاسد ده بالذات كان اهم اسد بالنسبه له، كان عامله زي الموناليزا. بص على العينين. الموضوع مش صيد بس، لا ده فيه تواريخ الصيد واماكن الاصطياد. اصغر انواع الثعالب في العالم. كمان كان في حاجات بتيجي هدايا، ودي رجل فين؟ عايز تاخد الرجل ولا ايه؟ 100 وكام؟ على اليمين عندك. في مقولة في النوبة. في تماثيل ولا لا؟ طبعا بس بعد السد العالمي. ماعز مصري وماعز يمني. طلع ده أكبر حجم ممكن يكبر له. وطلع خنثى. شاذ ذكر وانثى في نفس الوقت، فمش هيقدر ينتج بقى اشكالهم تطلع بالدقه دي. ختم الملكي. ولا جوي ولا بحري ولا اي حاجه. كله انصات. كله انصات. وبيها انت عارفين مفيش سن غير سهول. صحيح. دليل ايام زمان. رحت قصر عابدين. تعالى كده وقول لي شفت اكبر منها ولا لا؟ تمام؟ طيب استنى عشان دي لازم انا الباراشوت دي. بص كده على الفراشات دي. لا اله الا الله. يا اخي فراشات في قدرة السورية. الخالق وعظمته. ولا لا؟ لا دول. قدرة الخالق لا اله الا الله. النمسا. النمسا. واحب الاحصنه للامير محمد علي الحصان الابيض ده.
بعد ما مات اكيد، بعد ما مات حنط. اغرب انواع الفراشات اللي ممكن تشوفها. احنا قلنا اكتر من 1000 فراشة. عشان الطول ها. ايش الطول هذا؟ دحين ما تحصلها، ما في بالطول هذا ترى. بس مش بناكل. لا اله الا الله. هذه لا لا ما ايوه. طيب البحر متخيل؟ انا اكون مبسوط. والله شيء مبهر. ثانية هذه لا اله الا الله. الحصان اهو صورته وهو بينط الحصان. صارت يعني في قضيه هذاك الزمن يعني. الزمن ده ان محمد علي باشا 1810 عزل المماليك عنده ودبحهم. المماليك اللي هم كانوا ماسكين الدوله قبل منه. اها. فده ده رسموا شجاعته ان هو نط بالحصان. حط رجله. منين؟ اكيد. السعوديه. انتوا منين؟ احنا من مصر. احسن ناس. مجنون. انت من وين؟ انا من مصر برضه. صديق لكم. فيش فرق بيننا. اكيد. تطلع هنا تدفي. هذا المشب اللي احنا نقول عندنا. كمان ايوه. ودي ساعه هنا على شكل دولاب. ودي حفره الطعام بتاعته. لو بصين هنا على الشمال كده نلاقي حاجات الذهب اللي كان بياكل فيها. اطباق ذهب. بص على الشمال من ذهب وخشب. حتى الاسقف. حتى كذا. هذه الشكمه. دي الشكمه، غرفه الشكمه. ايش اللي يسووا فيها؟ الحريم كانت تقعد فيها. ممكن هي اللي تجلس هناك. هذول الشعراء دولت سلاطين الدوله العثمانيه. سلاطين. هم بقى اولاد ارطغرل. عثمان بن ارطغرل صورته هي اول صوره. كل واحد بس شكله ولا صور في الاماكن اللي جوه دي؟ لا هي من بره كده بس، صور من بره بس. ده خليش مدينة ساحة قناة السويس. تمثال. خليش مدينة. دول سلاطين الدولة. نفس الكنب. كل حاجة هذا كأنه متحرك صح؟ كل حاجة زي ما هي بالظبط. ما حركت ولا. لا ماشي. هو جاب عندنا الطراز المملوكي والطراز العثماني. هنلاقي تحت ده مملوكي، ده مملوكي، والحيطان دي عثماني. دي بركة. دي بركة. أنا سامع. ما شاء الله. أول ما كنت تدخلوا في القصر ولا دخلتوا الأماكن الموجودة؟ لا كلها. أنا طبعا ده أجمل شيء تشوفوه المكان اللي فيه صور الناس اللي حكمت مصر من أول محمد علي باشا الكبير على أخوه الكبير محمد علي
لا ليه بالشكل هذا؟ الشكل المستطيل الشكل المستطيل ده المكان كله معمول على طراز الاكشاك الموجوده على نهر بسفورد في تركيا. فكان بتبقى الاكشاك دي كلها على نهر بسفورد واخده ايش الاستقرار. كان يصير؟ يصير هنا شعار الدوله في الوقت ده اللي هي الدوله التركيه الحديثه. هنا طبعا ده فيديو اسماعيل طبعا افتتح قناه السويس وعمل القاهره التاريخيه اللي هي وسط البلد، عمل الاوبرا، مينا هاوس، حاجات كتير جدا. وده الابن الاصغر لمحمد علي باشا الكبير، وده تولى الحكم بعد ابن اخوه لان كان الحكم الاكبر واحد سنا موجود في العيله، فكان ابن اخوه اللي هو عباس حلمي الاول ده اكبر في السن من عمه، لذلك تولى الحكم قبل عمه سعيد. تمام؟ هنا طبعا بقى في ابراهيم باشا، ابراهيم باشا ده راجل حربي في المقام الاول، وده كان قائد الجيوش بتاع محمد علي. انا كنت بقول لك شخص مسالم مع اللحيه. يا سالم مين ده اول واحد قام بمذبحه اسمها مذبحه القلعه، خطط لها محمد علي باشا الكبير ونفذها بابنه اللي لها صوره هناك اللي بيجي واحد منهم، اللي بيجي واحد بس اللي هرب. ايوه هذا المخطط. شوف يا سعد، هذا اللي خطط العمليه اللي ذيك حقت القتله. قتل كل المماليك الموجودين في القاهره في الوقت مصر بشكل عام. قدام منها طبعا اللي هو الكريستال المهيمي، وتحت منها طبعا اللي هو كرسي العرش اللي كان يقعد عليه الامير محمد علي. هناك كده الباب الخاص بالامير اللي موجودين هنا وتشوفوا تحركات الناس بشكل عام لما هي في المكان. هو ده اللي انت شفته الناحيه الثانيه. بخرج من هنا على طول على الدور العلوي. هو يخرج من هنا فوق. الامير محمد علي كاتب ايه بقى؟ خليلك انت يا من قلت خلي وان قصر التجمل والكلام، يعني انت مصاحبني عشان انا واصل على العرش او في بينه وبينك مصلحه، انما اللي هناك مرسوم. ما اقول لك اي ما هو كانوا كلهم. خلصت النهارده كده؟ لا صم بقى مقفولين. على الطراز الفرنسي. النهارده كله نسيتها بصوت. على اليمين هتلاقي البيانو بتاع الهامي باشا، على يمين حضرتك يا فندم. هنلاقي ترابيزه الشطرنج اللي في الوش اهي. السقف هنا معمول على شكل قرص الشمس، كل الفازات اللي موجوده كلها من البورسلين. ده جاي من الصين. الجدران كلها مجلده بالشيء. لو بصيت على اليمين هنا دول القاعتين. لو بصينا على السقف هنا عباره عن زخارف خشبيه مطليه بميه الذهب. كل الفازات دي كلها من البورسلين، السجاد هنا على الطراز الاوراني، ده كله شغل يدوي. الكنب ده كله بقى منجد بالحجر. دي سوره الاخلاص اللي هي قل هو الله احد ده منه. ده كفايه على شكل ما كان يستخدموها في الزمان ده. ملهاش اي استخدامات كمنظر بس عشان تدي. ده مكتوب فيها فتاح مرتين مقابل لبعض على شكل المرايه، خط المرايه. صحيح. لو بصينا هنا هنلاقي قاعه شتويه. ليه قاعه شتويه؟ عشان الجدران كلها مجلده بالخشب. الخشب ده بيدي دفء للمكان. في الوش هتلاقي دولاب من الخشب مطلب ميه الذهب. كان جنب الدولاب ده كان فيه سرير بيزن 850 كيلو فضه. بس هو حاليا اتنقل المتحف الخاص اللي احنا قلنا عليه بيترمم. اللي على الشمال دي دفايه على الطراز الاندلسي. هذه غرفة النوم يعني؟ يعتبر اوضه النوم بتاع والده الامير. باقي شغل. ايه ترميمات. طبعا